إني أبدأك من حديثي، والحديث له شجون، فأرقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. قال عبد الله بن العيزار: لا بد لابن آدم من بيتين، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض. فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه وزينه، وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وضع فيه ما يصلحه لصيفه وشتائه. ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه ودمره. فأتى عليه آتي فقال: أرأيت هذا البيت؟ أرأيت هذا البيت الذي أراك قد أصلحته؟ كم تقيم فيه؟ كم ستقيم فيه؟ قال: لا أدري. قال: فهذا الذي خربته كم تقيم فيه؟ قال: هنا مقامي. فقال: تقر بهذا؟ تقر بهذا وتدعي أنك عاقل؟ والله لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية، خوفا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تحمل، وتمسي رهينا في القبور وتنثني، لدى جدة تحت الثرى تتجندل، فريدا وحيدا في التراب. وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. دع اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل. إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ. قال مالك بن دينار: كنا مع الحسن في جنازة، فسمع رجلا يقول للرجل: من هذا الميت؟ قال الحسن: هذا أنا وأنت. قال الحسن: هذا أنا وأنت رحمك الله. فأي موعظة أعظم من هذه؟ لو كان بالقلوب حياة، ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أفق من سكرتك قبل حسرتك، وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب، وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب